زين، انت تقول اني متعاطي وصرت تاجر. نعم. من كنت متعاطي وتشتري من تاجر اللي هو مثل وضعيتك حاليا، من اشتري من المروج. شنو اللي دفعك ان تصير تاجر مخدرات؟ انا عندي ملك والملك لله. صار عندي ظرف معين بالعائله، انجبرت انه ابيع البيت لانه كنت متعاطي. قررت قرار غلط. زين. يعني بسبب التعاطي قررت انه ابيع بيتي وانا صاحب 4 اطفال. ندمت اول ما بعته، ندمت، فصرفت من فلوسه مبلغ مو قليل، تقريبا $50,000. اجتني فرصه بعد الواسطات والما اعرف شنو انه نقدر نرجع لك بيتك، بس لازم ترجع المبلغ انصرف. طيب منين اجيب 5 دفاتر؟ انا اشتغل وعندي يعني محلات والحمد لله والشكر، بس واردهن ما يجيب لي 5 دفاتر بشهرين. هم انطوني مهله شهرين، الك شهرين نرجع لك البيت اذا رجعت المبلغ. فاني صرت بين المطرقه والسندان. نعم. انه لو ارجع 5 دفاتر بشهرين، لو البيت يروح واخلص مدى حياتي وحياه اطفالي الى انه يعيشون بالايجارات. زين. فاصدقاء السوء اللي سالتني عليهم اول سؤال وقلت اول جواب جاوبتك اياه، قلت لك اصدقاء السوء طرحوا علي انه انت ليش ما تشتغل بهاي الشغله، وهاي الشغله سريعه الوارد. فكان قراري انه اشتغل لبين ما اطلع بس هذا المبلغ لا اكثر. زين. وبجهود يعني الدوله الحمد لله، يعني انه صاروا نسبه نسبه استخباريه كلش قويه، وجهود سواعد ابطال الداخليه، ولو هو الموضوع ضدي بس قدروا يوصلوا لي ويوصلوا للاكبر مني وللاصغر مني، على مود ما يخلون ولدي يوصلون للمرحله اللي انا وصلت بها العالم، ما يخلون ولدي يوصلون للمرحله اللي انا وصلت بها العالم.